من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 13 الدروس من بلوغ المرام من أدلة الأحكام. يتمثل سقي نشرح باب شروط الصلاة. على كل حال ذي المنهجية بالنسبة المنهجية قلت كتاب بلوغ المرام، وإن كان في اعتقادي، وهذا إن شاء الله زيد نعلق عليه في الدروس القادمة، نفضل يكون التقسيم كما راهي موجودة في كتب الفقه، مثلا في كتاب الفقه المالكي وأدلته أديوي، مثلا واجب فرائض الصلاة، واجبات الصلاة، مثلا مبطلات الصلاة، مكروهات الصلاة إلى آخره، بشكل حصري. يكون تغيير في بعض المسائل المنهجية في الدروس القادمة، خاصة حينما نتعمق في الأحكام الفقهية المتعلقة بعمق العبادات، أمام الصلاة، أمام الزكاة، أمام الصيام، أمام الحج، أمام المعاملات الأخرى من التجارة والمرابحة والمشاركة والمضاربة والبيوع الغرر إلى آخره. فينا ضروري أن نبدل المنهجية لتناسب يعني الميثودولوجي دي السوض ثمسني مثلا ان شاء الله سلسله ساقي انا كتبني نخدم باب شروط الصلاه، لكن دوز عندي كتاب بلوغ المرام مرض الشرط معناها ما يتوقف عليه صحه العمل. الشرط بدل الحاجه الشرط المعنى يس مولا شيث خذ مني في الطلب، ما الخذ مني الشرط مني لا الخذ مني صحة. الشرط ما يتوقف عليه صحة العمل، يعني لا يكون العمل صحيحا إلا بتوفر الشروط. باش تصير الخذ مني الصحة ذي الشرع إلى شروطني أذيني تمرة فيرا بدل نكون يشبه الظليث أنفذو الشروط يونيون. الشرط منزوم الطهارة من الحدث، نفكر الإشارة فيما سبق في الوضوء الى اخره، نفكر تفاصيل، ولكن اما كدني غندفع اكيد يسد كتاب بلوغ المرام. هذا شرحي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن طلق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا فسى احدكم، يعني اذا انتقض وضوءه، يعني يولي في ذا يشم يتصلي اذا تصلي يتصلى من بعد يخسرس الوضوء فلينصرف فليتوضا. يعني إذا قال الحديث صريح واضح، يعني إذا قد يشتغل الصليف غادي يروح والاستقرار غادي يكمل، غادي يستحي مادام يتزلى يري الغاشي هذه الصف أكيد كيرجع تزليت يري الغاشي هكذا سنكمل ربي غفور رحيم. خاطر فلينصرف فليتوضا، ذاك سواء كان إماما أو مأموما. أما ذا الإمام يستخلف أحكام الاستخلافات نشرح بعد إن شاء الله. يعني الإمام أدي السيد فيرس سيفك الإشارة راهي تجفد باش تفهم كنيس الإمام اللي يروح يعود الوضوء عادي. ماذا المأموم غا يسهل في ناس الأمر ورسالة المسؤولية في الغاشي في المصلين وحدث، يعني أبي حفظ الصلاة يروح ديال الوضوء وليعيد الصلاة. يعني مثلا يتصلى صلاة العشاء الظهر ولا العصر يصلي ركعتين يخسر الوضوء، مي يروح هذه فصل الصليث هذه يروح هذه يعاود الوضوء مرد يوم الذي يعاود الصليث سي البداية سي تزوارة وسي قرار بيسك زور السناث الكومبليتير كذا نوستاتية. وكيف الرأي الأقوى عند العلماء الحديث اللي صح يوسف ليد الإمام أحمد، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي وغيرهم. طيب جمهور العلماء مثل الإمام مالك، مثل الإمام أحمد، مثل الإمام الشافعي وغيرهم ناد أكا تسلم الحديث، طبق الحديث هكي 100%. ولكن الأحناف وفني الحديث وايض إذا غسفوا الحكم وايض إنك يزمر أذ يفنو في الصليث ما يزور صد ركعات يخسر الوضوء ماشي بفعله هو، ماشي سلفغيس أكا أكرمكم الله يفقد الريح نفقد ومن تسال سي بلي فور، يعني يخسر الوضوء ماشي سلفغيس يخسر الوضوء
ذاكيني إنك يزمر جازة يعني يجوز باش هذه فلوس، ولكن الرأي الأقوى رأي الجمهور. أديني الأحناف ند إذا كان بغير سلعة منه ماشي سلفغيس كخروج البول والريح إلى آخره إنك ينصرف فورا، يعني أذي روح أذي يعيد الوضوء، وجاز له أن يبني يعني يتابع صلاته من حيث انتهى، من حيث وصل عند يبر، إذا لم ينشغل بشيء آخر. يعني بيخسر سكن الوضوء من بعد يفهم يعاود الوضوء يغلط، ماشي من الغاشي يقصر يسند كفري إذا مثل صافا بخير لاباس بالك يحكي سنة مشاهو تسين كيقصر الوضوء راه هكذا ولا قال لي إلى ولا طاس ثقيل غادي غيثبت تيكون هذا الذكر تمثال مسائل فقهية باش نكون لا ننكر على الناس ما لا يون تبنى هذا الرأي في غاوند ديال باولوس ديال هذه المقدمة ندرس لي مزورة اللي غاوند الأخ اللي اسميه شباب بيت الوضوء باش ديال الوضوء يفيوني يخدم كنكه ديال الوضوء يخدم كنكه يخدم شرح لك بالتفصيل نادم كيدير الفقه المالكي نتخدم ذاك ديال مسح الرأس سي مقدمة الشعر سياكي سي الناصية الماذا الفيرة كاين بعد دو غلط علي روتور يخاكيد نسفها مسني وكي كنتي ولي خدمة كاد غير ناس أرفع ورسيان يفهم تم يثكف الناس ناس أرفع وين إذا مصر رسمي تقول لي ناس ناش عاود واش درت؟ ناس درت هكذا ناس جائز هذا جائز وهذا جائز ناس قلت لك يا ربي واحد الوضوء واحد فهو كيسا سونسيني كيسا يون تمسني تسينا كان خاطئ اديني الرأي الأقوى رأي الجمهور رأي يقواني جدا يسعى لساسي الصحابة هذا مقارنة رأي الجمهور ما كان سلام الحديث الصحابة خاطر الحديث قلنا كان بعض العلماء طعنوا فيه بلا ما يكشف ديال المسائل كي دقيقة. المهم من ولي أخذ بهذا الرأي التفضيل الرأي ولا قران ينكر عليه. بيد حديث ابن ماجه ممن ضعفه الإمام أحمد إن من أصابه قيء أو رعاف أو فلينصرف ليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. ذاك الحديث ضعفه بعض العلماء منهم الإمام أحمد إليه الحديث ذاك يضعف. طيب الشرط والسين ستر العورة بدي من قضية الصريمانيس سمحت يا جماعة الخير ماذا ركز مثلا مطوط طبعا مطوط الصريمانيس مع عدم وجه الكفين ولكن الخير جدا بتصرنا المنز ميقروح هذه الظال ديفانو كواروريس ديفان خاطي إلى قضية الصريمانيس إلى قضية السلطة الصريمانيس لات أحاديث كثيرة في هذا الباب يديروا الإمام أبو داود الإمام أحمد الإمام الترمذي والإمام النسائي تصل أحاديث يديها ضرر بسطر العورة وين يعني مثلاوين السيدة عائشة أم المؤمنين في بد يوم الحديث رواية النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ماشي ذاك المعنى يسوى هي في حالة الحيض وكذا مقصود خاطئ معنى ثاني بظن سن البلوغ ثبت سن البلوغ إلى قد الصريمانيس يعني ما ذكر الظريف خاطر أنت كانت لو سمعتي ما ذكر الظريف ما كان نسي شوال في الخدمة السير الحوال إلى آخره يدير كان الشيخ تروح كان كتزال وتخدم لبساني سبيسيال الظريف يتيسران كامل. الشرط والثلاثة استقبال القبلة ذاكي عن معاذ بن جبل هو الحديث رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقبال القبلة معناه العبد ميكرا ديال الصلاة الشرط إلى قدر القبلة شرط استقبال القبلة هذه الصلاة زرع من الآيات في سورة البقرة عند ربي سبحانه يمرغيد باش ما نزل نستقبل القبلة أنزل القبلة يعني الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. إن معاذ بن جبل صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم يعني يونس إلى ديك الغيم والسيكنة في سفر الذي السفر خاطر كان ماشي السفر القفلة ثبان تولي ماذا الغيم هذا السيكنة هذا الرعوذ ناشو السن قفلة قراضي الجماعة السنيس لا ما يلون خميس السن قفلة إلى آخره ولكن ما إلى ذي السفر مثلا ديم سفر هكا خدم الصحابة كذا النبي صلى الله عليه وسلم إناد نزول صلينا إلى غير قبلة
فلما قضى الصلاة بعد الصلاة تجلت الشمس فقلنا الشرق ديال طيش ننسي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة إذا سند باللي الظلم ماشي غير القبلة. فقال باش سنينا قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل، معناها ربي قبلت رفعت توقف. طيب ذاكي العلماء سميسقرش الحديث كي أو كذا الحديث وياض سوف غناخذ اون سانتاز خلاصة. شو الخلاصة؟ أولا اتفق العلماء أكملا على وجوب تحري القبلة واستقبالها، وجوب تحري القبلة. أمثال ميكر نصليث إلاق مثلا كان دايس الخير الربح موريسنا إلاق يتحرى القبلة هذه استقسي إنزدا تدار غي مولان بخام ما يروح ذي نفكي ماشي كركب الصلاة داير الصلاة كيف خاطئ. يجب أن يتحرى القبلة ويجتهد. هذه اجتهد هذه يخدم ثسمرتيس تامسنيس هذه استقسي باش هذه الصلاة غير القبلة. ما إلا يبوسي تسوى الخير ربح، وإذا أخطأ فهو معذور. ما إلا يغلط يجتهد يستقسى أكني يخول في القبلة يجون في القبلة ذينا يسعى العذرية خاطر يجتهد، فإذا أصاب له أجران يسعى سين الأجور. يجتهد يرنا يبوسي تسوى سين الحسنة يسعى سين. ما إلا يجتهد وتدبر يسعى يوم الأجر، أجر الاجتهاد يعني يوم الأجر. إذا تحرى القبلة وتبين له الخطأ في أثناء الوقت أو بعده لا إعادة عليه عند الجمهور. ميلا اجتهد أم بعد يظلم أبري يفنسد بلي غلط ماشي ذا كان قبلة سوا ذينا وري تعاود أما يعدل الوقت تصلي ثم وري عدل. مثلا الطهور ميلا الظهر في 1:30 نتا اكتشفت في 3 مازال غير الوقت الاختياري. اما كنت نشرح الدروس اللي عندك واش يتعاود راه يصلي اين خاطر يجتهد يخدم ثسمرتيس ثمسنيس ذاين وتيدي بارسوسو الله غالب. وكراي اعتمده الحنفيه والمالكيه والحنابله وغيرهم. ما الى الشافعيه مادام عندها الوقت يجب اعاده تلك الصلاة لأن استقبال القبلة واجب. هكذا قال الشافعية. ناد الشافعية ما إلا مازال يعدى وقت نصلي أما كدنا الطهور مثلا في الظهر في 1:30 أباري في 3 يفنسد باللي وري الظهر على القبلة مادام وري عدى الوقت يعاود يصلي لا حرج. ولكن الاثنين بلغة الشافعية إنه يجب إعادته إلى قد سيعود خطر استقبال القبلة واجب. مادام قراك في ساعة من أمرك مازال وري عدى الوقت نصلي عند وكا رأي الشافعية. ولث رأي الجمهور شو دينا مدينة الجمهور معنا الحنابلة أكذ الحنفية أكذ المالكية وكذا مرة أغلبية يعني لا بلوبار نندنا واستعوذ على نصلي. الشافعية نند الرأي وايض ثريث مثلا ثقي الملكة الفقهية قد تنسعو أما كدنيا ولا نتحرج ولا قال غير فغ العقل مسألة كي يختلف الفقهاء خاطر لو كان يبغى ربي يوسن تمثلت هذه يسم ذيكس هذه يسم ذيكس. إذا وسيدو فما أتفضل العلماء كاين صلاة الظهر 4 والله كاين 5 في كذا كيسم ذيكس النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يكتي مسلثية. أما ذي المحرمات أما ذي المباحات إلا وندا ربي سبحانه يلزم ذيك السنت إلا وندا تيجي لحكمة باش ألا من العلماء الفقهاء هذا قال شن تمثال هذا استخدم تمثال هذا تصغر فلم هذا تساعدين الغرفان إلى آخره هكا. ولا حرج باش يولي فنسدي أفريد من الحق أبري ما في مضر ورص. لكن سين الإمام ابن تيمية وغيره إن ليس بيني وبين الحق عداء ولاش يري ذي الحق تعذوث مادام ذي الحق إذا تجور ذي ذنب داكليه أنت تفض مرحبا سلحق. طيب إذا لم يتحرى القبلة لن يركب ذانا والله والو أبي بريكا ذا اللي كيديكا إسلام الشيخ يدن أبي بريكا الله أكبر
كاين دري ربي قبلت وخلاص. ويتبين ثم تبين له الخطأ، يفرس باللي يغلط يشر أثناء الوقت أو بعده، مما بري يجب عليه إعادة الصلاة. ما إلا في الأمور أراليجير كان كيا بيبريكان يسلغي الأذان كان الزال ويقل فراك ما يكال قفل هكذا سلتو ما لما كدنير ذيك خلوية سمحتي إلا ملي كان كيما نروح لوطيل مسافر ويسق سيارة دونك يساكن الزوز علاش كيثني يعني أتفضل كل شيء الصف السجادة أو اتجاه القبلة مالوريزم. بالمناسبة درت ثغري الصوت عليه إلا ندير البلدان مثل ماليزيا ديال اندونيسيا ديال السعودية في كثير من الأماكن عندها الله يبارك تشمض الأوتيل القبلة فنكاد السجادة الله خير الرباح ميلا نتيرا تصل يمكن وياضي ثمورا بين قوسين ثين سلمين ثمسة تاقين تصليت وسفكنا الملك سيتدير وسام الغاشا تصم هذه تشم تصم والسلام من ثمسة العبادة إلى آخر وسفكنا لا أزل وإذا أمثل وسفكنا رزاق شد برق الروح الشيني يجتهد الشيني خاطر وقف فرض عين في منيه برق الروح اجتهد خدم ثمن زمرتك سيدي ربك كالفرا أكثر أن تزمرتك. طيب ذاك غيتمثل بعض الناس يتشددون في القبلة، كل المطلوب هو جهة القبلة ماشي عين القبلة هكا جماعة الخير خاطر دي فايوة يتشدد داك لقات يداوي سوا ديال السيبل التفضل سوسانتي ما كني الركا هذا ليس مطلوبا عند جمهرة العلماء، ليس مطلوب والمطلوب المهم دويض الجهة لذلك تفضل في كون كان مشاكل من في الجوامع لا الجوامع القبلة لا الجوامع والقبلة حقيقة وكيلا قد زاسق من قبلين ماشي سيدي فات نخدم هكا المحراب أكنا ريقي يفاث يخدم ثم صوت سيفيني أكنا سواء القبلة بالسيفة كني ثقي خاطي ولجزارة بنادم بدعوى أنه الجمعية لا غيوث الثمن غيوث الجهة ماشي ذي القبلة بيسك فنتاكن أنكي ملاكن خاطي إلى قد تصحيح القبلة هكا ذا التشدد في تحري عين القبلة ذا وكذا التشدد مرفوض قال راكي ولي بظني ذي مكان مكرمة سيقرا ندير لك القبلة سقرت الكعبة كوزاتي سيقرا اكزاكت سيتادير غادي يروح ديريكت يتزال كان باب الملتزم ثبوت الكعبة دوك انا سمينا كان كان تيديوي سواسو هاتي سيبلي سواسو ليس مطلوبا وقلت تشدد في غير الموضع يعني. طيب أتجاوز بعض الأمور يعني باش إذا غادي كيما دام في القبلة غادي نوكي التمثال يشد لنا القبلة هذا وغير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة اسم عامر بن ربيعة يناد ولا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به نسى السفلى بدا باين السفلى ترغمثيس يتزلى يديك ولا يتزلي الحديث كي صحيح يعني أخرجه الإمامان البخاري ومسلم متفق عليه إنك ولا السفلى بدا باين السفلى ترغمثيس يتزلى عند ثلا هكا يتزلى كي ثذورا كي يعني وتيح بيسار سيدي الكلكه تبلوكي ذي الناقه تحرك تسرك وقي الحديث مزوان هتغرق الحديث بعد فكره التعليق عن انس رضي الله عنه يناد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر ما يسافر النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يتطوع مثلا كي فاضي ولا شتي هذه صلاه النافله صافي ماشي صلاه الفرض ادي صوبه تصلي القاعه ما تظلت النافلة تطوع فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة أثير ثرغمثيس من جهة القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه خطر ثرغمث صار القبلة لا ماشي تغاتي بروغرامي كانت كيف كان كني ميك ديماري ميك بدا صليت إلا تغات القبلة أبراي أنت ثرة تضبرق نسيك من الماء كيف صليتيس
ماشي او ميم طون يتزلق ومن بعد ينهار ديك يقرا سراكان غير خاطر لانت الحركات لانت الاصوات لانت والقبيله لا والقبيله لا الشرع كما سنشرح بعدها. طيب، عن عامر بن ربيعه حديث اخر نفس الصحابي قال يناد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله غنيش ولا سفلا دبين يسبح يومي براسه، يعني يتزلى مري ركعه ركعه كي ما يسجد شويه الى اخره. يناد قبل اي وجه توجه، يعني والارتفاع كان القبله عند ثلاث نقا انسى الا كني، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبه. حديث رواه الامام البخاري. معناتها الاحاديث مره يفكند باللي ماشي تصليت الفرض، مثلا تصليت الظهر العصر المغرب العشاء خطيب، ماشي ذي الفريضه ذي المكتوبه ذي النافله يكتظل النبي صلى الله عليه وسلم تصليتيس سفلا من النقاينس سفلا انت الغمثيس ثورة هذا السفق دلالة الأحاديث. دلت هذه الأحاديث على جملة أمور، أهم هذه الأمور جواز الصلاة النافلة، أداء الصلاة النافلة للراكب المسافر على الدابة بدون التقيد باتجاه القبلة أو إتمام أركان القيام والركوع والسجود. وهذا الأمر متفق عليه لدى الأئمة الأربعة، أما الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، أن ندير أربعة كالملان كاتبول مقارنة الفقهاء مقارنة الأئمة الأعلام أن يجوز أمذان ينسلم أن يظل تظل النافلة إذن ماشي الفرض ما ماشي القبلة معليش، يعني سفلان دابين سفلان الناقة نغ سفلا ما إلا ذي الكار ما إلا ذي ماشين ما إلا ذي لافيون ما إلا إلى آخره. ثقيل القياس صحيح. أما صلاة الفريضة للمسافر الراكب ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الجواز، ولكن سمحتي ذاك ثورة ما شاء ثورة ماذا نتحكم واش تقفوسي إما إلا تركب الديلافيون ذاكي من العلماء في باب التخفيفات إذا بيقارن تخفيف الإبدال تخفيف الإسقاط التخفيفات ذاكي ذيك ساس نفس ذي الباباكي يثبوت كاع نفس مسالتي. تخفيف الإبدال يعني وين فارغ من هذه توضي هذه الوضوء هذه تيم وكيد الإبدال يبدلت أمان الوضوء ستيم تخفيف الإبدال شو الله رزقك ذا يونوري سميرا غادي يزال سيف الدين غادي يزال صغيميت يقيم وريسميرا صغيميت ولو كان في حالة استلقاء يعني كسلك هذيك وريسميرا أما موظن داخل السبيطار يجوز باش يزال ماشي لما ينكر ما يخدم القيام ما يخدم الركوع الى تخفيف الابدال الى تخفيف الاسقاط تسقط عن القبله اموظني اللي غنديرو الواس بالعوده ماشي ولا ندي السبيطار غادي يحبس الزاليتيس السبات ماشي ديال سمي غرام ورز ديال الحال هذا الى اخره خدمني السيروم القفله ماشي كني يخدم كيني السيروم مطرحي وماشي كني ويقبل راه الى اخره اكن فهمت الاسباب لا تبرر ترك الصلاة وريجوزارا يومذان أمضين أذيج تظل لفيس أذي الظل ستيمو وريزميري ومان أذي الظل القبلة إلى غير القبلة وريزميري أمضين ولا شو يدي يحومون ويدي يعونا إلى آخره. كذلك للمسافر أثي يروح يولد الحال يروح يولد لافيون أمشي على الظل إيش نوصل غير أنت تنصلو ضوء يقول لا غتدقني بالك تنضرب 4 5 6 7 سوايع 10 سوايع ذكيني ذي قمر الزلارة أيوا الزلارة العلماء جوزوها ويسكشموا مسالتاكي في باب تخفيف الإسقاط يعني يستخفف الشرع في اللانة بإسقاط القبلة معناتها فينا في مسافرني يجوز باش هذه الصلاة ولو كان ماشي إلى غير القبلة
مي لافيون ثرا هكا وسقرر الكوموندون الى عندي كريت كرا 10 دقائق مشيت تغراوي باسكو ماشي شي مضبر سا كيديد سي القاعه يسعى خط السيرينس والسلام هذا الشيني المصلي تصيد اون فافور تصيد رخصه شرعيه سيدي ربي يسخف لك والقبله ماشي شرط تصل غير القبله. الشرط يوصل 4 طهاره المكان. ثريث مثل ذي تصل احاديث يوسف اختار البعض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد. يا اخي نصر الحديث وهذا شرحت فيما سبق يعني وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكي parmi الكرامات parmi الفضائل اللي سيفكار ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم إن يسجل ربي القاعة مرة القاعة الأرض مسجدا وطهورا. يعني هذا المسجد أنت يوفى هذه الظل داوت السمور هذه الظل عنده يخرز عنده يخدم الفلاح أنت يوفى يمكن بيان سور قليل يزدي الموضع ولكن الأرض كلها مسجد. ماشي انا ما داخل كان جماعه تيقبل ربي اتيقبل ربي داخل الجامعه ما كتيقبل ربي ولا ندير الخلا يكسى المال غير قضا زبور غير يكرز يغرق الزال هذه الزال عادي. وطهوره ما كنشرح في باب التيمم يعني بين يسعى العذر من اصحاب الاعذار يزمر اي تيمم سواء كان نص وزرني فتيمم صعيدا طيبا وهذه الزال يقبل ربي تصل إن الا المقبره والحمام. وجي حديث الامام الترمذي في مقبرة وحري ولا دخلت مقبرة هذه الزار المقابر زادت سنسا هذه الزلة القبور سيز شوال نغذي الحمام لكن بعد نشرح تصيب كان في الشرح بعد أدغرق في الأحاديث بعد تفكير الخلاصة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى يريق في أن يصلى في 7 مواطن 7 مكان إن النبي صلى الله عليه وسلم وزل 7 تحسبيه ونيوان أمزوارو أكرمكم الله المزبلة أنت تلقاو لي بوبال إلى آخره. المجزرة يعني دخل اسم سادة باطوار. المقبرة قارعة الطريق. الحمام معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله يعني الكعبة المشرفة. الحديث هذا رواه الإمام الترمذي. الذيوثيوث المقبرة خطر المقبرة تتفسخ فيها الأجسام الموتى وثاني أيضا تجنبا لتقديس أهل القبور وكذا اشتكي وكذيس الشبهات ولا قرا أي ظلم المدينة. الحمام خطر ذي بنات النجاسات وكذلك ذي بإمكان أن تكشف العورات يعني يصعب يعني الستر فبالتالي أمكانك الإنسان معرض باش يطلع على عورات الناس. هذه ولي يعني أين قالت ولي قبلانا المزبله المجزره كرمك الله كل مرة كامل يصعب الاحتراز يصعب باش بنادم هذه يفهم كان سدي امكانني تخص ديك السدي ديك النجاسات. معاطن الابل ايضا اولا النجاسات وكذلك الابل شديده النفور الحركات. الابل الغمان وقال يجربن الغم تخدم الحركه غادي رولا صافي ما يلكش تتزلى نساير كل يخدم الحركه يعني اكيجيني ويلفت الانتباه هذيك هذه فضه سي الزليث هذاك يروح الخشوع. قارعه الطريق كيف يعني في فريد الريف فريد عندها مثلا ساعتين امس تمزورث الزمر تيخص تصدي وكذلك وليد ظلام ينشغل بالمرين يولي توالي كان وين يعدان وين يحبسان وين يسلمن وين الى اخره. هذه جانب مكانه. فوق ظهر الكعبه ايضا اولا هذا يتنافى مع حرمه واحترام وقدر نتاع الكعبه المشرفه. وكاين العلماء يدينا لفقدان شرط الاتجاه الى القبله ما الا يزور سفلى يجلس في الكعبه يصلي صافي يتجه الى غير الكعبه الى غير القبله. هذا هناك حديث مثل حديث الامام مسلم لا توصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها الى اخره. الشرط 5 الطهارة من النجاسة. عن أبي سعيد الخدري إناد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد يقول راح يولي الجامع فلينظر
فإذا رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. ما لا يويد كرمكم الله الوسخ، يعني مسني صباط يسنا ومسن خفين يعني سعد الله سعد الوسخ إذا قتل الزيزدي أثني الزيزدي بعد لا حرج باش يصلي عليهما. ذا من سلال الحديث كي ماشي ما ديكش بثورة الله مكاتاكي كويس تقاشير أخذ ولا من التعليمات داخل المسجد غلا تسدي مطلوبة بس يود تيزيوزو لكن كاين غير الحديث كي هذيك الشمال الزرق ديال الجامع الشيخ رزق شرفاوي سي صباط وسميتي يوسف الراياكي لا سميتي هذيك الشمال لا كون دريا الخير لا كون دريش كي تسديت يا ردي الشمال اللي قال لي هذا هو الصباط يشمل الله مكات غير الجامع الزرق لان كاين السنه لان كان يتصور هذا الحديث اي مثلا المراقي خاطئ ولا ماشي كان سيد السنه كي تمزوج في سنه ما الا غير يدير الخلا الا يحسن بالي الا يشرز الا غادي يزاسي صباط لا حرج مادام زديت ما يشوك ديك السنه اصلا مسحه كي ساكن هذا خلي الماده مطهره غادي يصل لا حرج ولكن ولا قرا غادي يخدم القياس ديال المراقي غادي يروح للجامع عندها هذا موكات تسدي غادي يروح غادي يستمس مكان فضلا عن الرائحه كما كاين نسمي الزلط رزدات الشيني غادي فيه نساء رزدات الشيني غادي فيه يصبغ نساء زرنيك هذا هو الريحه صورس الى اخره. هذا الحديث اخرجه الامام ابو داود. اذا الحديث يكذب دائما يروي الامام ابو داود ان اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه يعني الطهاره ينس لا شوت التراب ذكر زيزديث سواكل. الشرط 6 ترك كلام الناس بعد نظر الحركات. أي مثلا يقول ميكشف ديال الزليث ولا قال يمسلاين ويا سوا يمسلاين إديوسان ذي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. عن معاوية بن الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة تزليث جيني لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني مسلاين يبذانا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يقول ما لا يبذو بتكبيرة الإحرام تزليث الله أكبر، أم بعد أدي غير القرآن الكريم، أم بعد ما لا يكبر الركوع غادي يسبح سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده، ومن بعد ذي السجود سبحان ربي الأعلى، ذي قراءة القرآن والتكبير والتسبيح. ولذا قال غادي يستخدم يمسلاين ويا إلا الدعاء كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شد يقرب مثل ربي سبحانه. أما كلمة ريلي ذي حالة السجود يسجد يا ربي سبحانه يقرب يدعو ربي سبحانه عز وجل بما تيسر. ولكن إمسلاين ويا يتمسلاين تاكل يمذانا فرا يتصلي ثوري جزارة أثني سيشن في الصليت ولاش أتفضل. إلى الحديث وكي حديث يسفغ الإمام مسلم، إلى حديث وهذا سفغ الإمام مسلم إليه ونهينا عن الكلام، يعني هناك نهي في عليه الصلاة والسلام إلى اسم حبسة أوان. أيضا حديث آخر متفق عليه سفغ الإمام البخاري والإمام مسلم إليه فأمرنا بالسكوت، يعني تسمي ولا شيء خمس لا يواير سوى القرآن أو التكبير أو التسبيح. أجمع أهل العلم أكمل العلماء صار عليهم إجماع، عندهم إجماع على بطلان صلاة من تكلم عامدا. وين راهي يمسلاين ويا يعمد. أما الساهي فلا تبطل صلاتها. في كل بد ما ديتسو سبحان الله هذه أذي روح دير مثلا سبحان ربي الأعلى لازم دير مسلاي وايض. أذي روح دير الفاتحة لازم دير مسلاي وايض. دير مثلا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله مثلا. ما الساهي العلماء أن صلاته لا تبطل. بيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولن العلماء دينا كان الحكم إليه رفع الإثم والحكم، رفع الإثم والحكم وليس يذنب. إذا قلت تتصال اسمه إلا يخدم الشيء الساثوث نقبل الإكراه أكره على قول كلام معين. طيب إما إلا كنخدم المثل مثلا سمحتي شات زلط يعددو ذا الغارث ورد بلي يزمرت ويث طوموبيل غادي تماشي ديال ديال الفير غادي غادي كيوث السراف يوم مثلا يخدم فويا كني يفنو باش هذه يفنو ثورة ذا الغال أي الحود يزمر ديال غادي ذاكي أجاز العلماء باش ديال
تسبح أستفكر بالتسبيح وكأنك تنبهه سبحان الله حتى بعض ما كان بلي أحبس ذا بالنسبة للنساء في التصفيق تلاقي مين بدي ياخذ تصلي ما إلى أخطاء الإمام ولكن العلماء عمموا هذا الأمر ماشي كان ما يغلط الإمام يغلط الإمام في تلاوة القرآن الكريم مثلا النظر ذاك تفتح عليه أستفكر أستمرض الآية اللي يغلط مباشرة إما إلا تصلي 4 ركعات نسير واحد يوتيس 5 النغ يتسوق ويخفي مرة التحية النية 4 ركعات هذه يصلي العشاء مثلا يصلي ركعتين يكر أدير سبحان الله يرقز أسين الإمام سبحان الله ما تسيلاون في التصفيق العلماء التصفيق كما شات تخدم كاسين ضوضان سافوس هكا سافوس أزل سين ضوضان يفوس سافوس أزل الكفة يزل باش تنبهه تنبه الإمام بلي أثان يغلط وغثان يتسو نغدع من ثمسة تاقي أما الإمام ما يغلط صار له سهو أما يون يعني يطبطب أسفكض الإذن بالدخول يستطيب سخاميه أسفكض الإذن بالدخول هذه سبحان الله هذه في الدقة كيظالث إما إنذار مكادني أعمى لكي لا يقع في الحفرة الفرغان بتولي يرى باش يولي يرى ذي السلف هذا طيب ثرى أنغال مادام هضرت في الصوت إلى آخره إمطول بعض الناس يتساءلوا كي ما إلا يكون يتظلى من بعد سي الخشوع منين يقرأ القرآن وكذا من بعد يتسروا إذا كذا كنت يوم الحديث نثيت أحد الصحابة يناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء يعني الدلالة كذا يعني البكاء يتسروا خشوعا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي والإمام النسائي والإمام أحمد الحديث يصحى يعني ما إلا يتسروا الخشوع ثمسة تاقي وفي انتظار تصليث على كل حال مازال بغيت الدرس وايض نهضر في الضحك في القهقهه في البسمه ما تفضيل تصلصان جلس ينشمو حكين كتصلصان وهذا سرحس خاطر وايت فيبري ويا الصوت لغاك تصلكي وي فيبري كان ويسرحس الصوت في قد نهضر راس الدرس وايض ماشي يساقي ولكن فقط تلاقي خمس بين قوسين باش ادنني البكاء وسنعود للموضوع ان شاء الله في الدرس القادم لا يبتل الصلاة والانتظار تصليث الشرط 7 و7 انقالوا بعد الخاتمة الحركات في الصلاة الحركات يتمثل سمحتي ثورة إذا قال الولي لن يشارك مذانا ميجي الشبير الصليث يخدم كل شيء يعني يتحرك يطاس ماشي شوية أنفكر بعض الأمور اللي ومن الهوارة في الصليث إما تفضل يون أذير في ضدار فايض سوتو ما إلا جون يخدم سبور الله التفضل يدير في ضدار يفوز في ظلمة غازل ما يفوز شوية لعب سي دار الناس الحركات تجي تسولي في بعض المساجد ذا التفضل وايض هذه الظل سيونو دار هكا يون الضر الفيث يصير ذاك شوية بعد في الساس يسعد داير واخد الله يجزاه يتسيمان يصنعشو اسكوزمي في نظر وياض كان اللي يعبث بلحيته هذه الطفله مرثيس هذه العفيس بيان تيسكام مازال شويه وامان تيزيزاي الى اخره انت يظل ذا وياض تخاثمت يخدم انت يتظلى يخدم الامور على كل حال بزاف يعني اخطاء على سبيل المثال اسيدي وايضا النظام سمحتي وين دي عدني ولث هذه الكاميرا مخفي يعني يعز كلش يزرى كلش وين دي عدني ولث يتخزاو ثان والله ما يفدك يتظلي ما يفدك يتظلي هذا تولي نورمال تسمى الماضي يولي موضع السجود ينس هذه فيك موضع السجود ثم مرات كثر وقت يطيس كاسيوس لا حرج ولكن ما إلا يختلف السيتوالي تغير الحديث بالمناسبة فذاك حديث السيدة عائشة ثنيس النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن التفات الرجل في الصلاة يعني يتوالي كيف يعوس يديك
الور ذا شو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. يعني الشيطان يتسكر صليتيس، انت ماذا بك الشيطان يخدمك، ماذا بك بنادم مي كرصليت ذينا راك ديوياك ثمولي اكيد يسمي فيك سير الله كنسينا يوم الفقهاء يوم تسويت الحاجه تغوصا زران دست تروح انا شوف الصليت وراك تفهم ثورة دير هذا سكان مالو تزالر نورمال تشوف والله ما زرا والله ما زرا اكنر دي الله اكبر تغدس أدس كل شيء دي مكتين دي جثة غوساني أدي مكتين الوصايا ذا شو استنان مشاري سنيني مشاري نيغوسيين كل شيء استيوان إبليس اللعين وريفغار في هذا ما فيني دخل للخشوع ذا ما يتكفر كني زري سالنيس يسروحوا يتولى بسيوسيا إن هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد معنى رذيل بالك بلي الشيطان يتسكر سيصلي فيه يبغاك يستبعد في الخشوع. طيب سيدي كما ضا بعض النماذج اللي ظن تشبيك الاصابع ويا ضلا كان ريش ديال الظاليس هذا تفضي يلعب سيد الظانيس اثني استغرق هذا الظانيس الى اخره في كذاكيه كل الهنداره ديال الظاليس الحركه تاعي ولكن زبر كنيون والمشي حتى تواليه تفضي ثيكوال يون يفنس لهم كان زداتس يتزال ديال الصف ويسين يوالا ديال الصف مزوارو ثلاث الفرجه الى الفيد ذاك لا حرج باش هذه يروح هذه الحم ولاش الحرج باش نخدم في كذا مثلا ولاش الحرج باش هذه الحم خطوات باش يسود الفرجني هذه الزردين لا حرج الحركه يجي مقبوله مشروعه في الاسلام. اكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.